اهلين بالحبايب، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا بخير. انا صباح الحمد لله. جيت نشارك معكم اجواء المولد النبوي الشريف، كيفاش عشت الاجواء، كيفاش تجوزت يعني روتيني تاع المولد النبوي. كما راكم تشوفوا هنا هاد اللقطات من العشاء تاع المولد النبوي تاعنا وتاع السهره اللي كنا درناها. قولوا لي كاع في لي كومونتير واش درتو نتوما عشاء، اسك ديروا اسك ما ديروش، كل واحد كيفاه. اي فوالا هنا راح نشارك معكم روتين. حاجه الاولى كنت جبت هنا لو سيرفيس اللي راح نحط فيه العشاء تاعي تاع نهار اليوم. الوغ السيرفيس هذا كان ديجا يعني نقيقي، برك درت له هكا رغوه على جال لابوسيا. غسلت كامل هذا لو سيرفيس هذا لاني راح نحط فيه العشاء. من بعد درت الرغوه في البوطاجي وحكيته. فوالا هنا كنت بالعاني يعني نسيل في الرغوه باش نعاود نحك كامل هذاك لو بوطاجي تاعي. بعد ما نحيت الماعن هذوما من الطريق رحت نبريباري مباشرة كيكة. هاد الكيكة راح نشارك معكم الوصفة، هي كيكة الشموع. انا نحب توجور ندير هكذا في المولد كيكة تاع الشموع. تقدروا ديروها في المولد النبوي بلا ديكوراسيون تاع الشموع، سينو تقدروا ديروها يعني في ايامكم اليوميه برك تبدلوا لها لا ديكوراسيون. حاجه الاولى جبت انا هاد المول تاع يعني المول العجيب يسموه، دهنتو هكذا بشويه زيت باش ما يلصقليش. تقدروا تاني تخدموا هاد الكيكه بان سيرسو، يعني واش كان عندكم. انا كنت العام اللي فات كان عندي ان سيرسو تاع القلب، خدمت الكيكه هذه في لو سيرسو هذاك. هاد العام حبيت نوع، حبيت نبدل، الوغ قلت نديرها في هاد المول هذايا. دونك الكيكه تاعنا راح تكون يعني بذوق الشوكولاته. رشيت الكاكاو، يعني هذه اسوس كي ديروا زعما ان كيك هكا ولا كيكه بذوق الفانيلا رشوا اكيد بلا فارين. ملي كي تكونوا حنديروها شوكو رشوها من المستحسن بالكاكاو. حاجه الاولى نسحقوا 2 حبات تاع البيض، نص كاس تاع السكر. هاد الكيكه سهله خفيفه وتجي بزاف بنينه، يعني غير بالفوبي. تسحقوا نص كاس تاع الزيت، يعني راح ديروا كاع المكونات وتخلطوها غير بيدكم يعني بفرشات ولا بالفوي من المستحسن. وانتوما خدمتوها راح تجي بزاف خفيفه وتجي تاني بزاف بنينه. فوالا نزيد نضيف معاها نص كاس تاع الحليب. انا سبقت درت هاد الكيكه باش نخليها تبرد، لانه هاد الكيكه يعني تتاكل بارده، خاطر فيها واحد الكريمه لازم تبرد باش تشد روحها وباش تولي بنينه. نخلط المزيج ونضيف له رشه يعني تاع الملح، على بالنا بلي الملح يصحح الذوق، خاصه كي تكون الكيكه تاعنا بذوق يعني شوكولا، ولا تكون هذيك الكيك تاعنا مخدوم بالكاكاو. هنا درت ملعقه بومبي تاع الكاكاو. صفوه، اي حاجه ديروها صفوها باش تجيكم الكيكه تاعكم يعني خفيفه. وهنا تسحقوا كاس معمر، يعني نفس الكاس اللي كيلتو به نص كاس سكر ونص كاس زيت ونص كاس حليب، ديروه كاس معمر تاع الفرينه. درت النصف تاعو وضفت ساشي تاع لا ليفر شيميك، وعاودت درت كملت يعني هذاك النص الاخر تاع الفرينه. فوالا صفيت كلش ورحت اكيد خلط. بعد ما خلطت نتحصلوا على قوام كيما راكم تشوفوا. الكيكه راهي بمقادير مضبوطه. نروح نفرخها مباشره في المول، من بعد او ميم طون نروح يعني نشعل عليها الفرن عادي، يعني ما يكونش يعني مسخن مسبقا. او ميم طون تخبطوها شويه باش يخرج هذاك الهواء. بعد ما طيب تسيوها بكيردون، هنا ما تشعلولهاش من الفوق، طيب غير من التحت. من بعد تجو هكا باش تقلبوها. بعد ما تبرد تجوزوا عليها كاع يعني بالموس في الاطراف. فوالا باش كي تقلبوها تتنحى لكم بكل سهوله وتقلبوها. فوالا بعد ما قلبناها هنا، بعد ما تكونوا حضرتوها نتوما اول حاجه تكونوا حضرتوا ان سيرو. هاد لو سيرو تستخدموا فيه نص كاس تاع سكر مع كاس تاع الماء. وديروهم يغليو. كي يبداو يغليو يرفدوا الغليه، يعني احسبوا عليهم 5 دقائق. من بعد طفيو لهم، خلوا السيرو تاعكم يبرد. من بعد ما طيب الكيكه تروحوا تشربوها مباشره. بالنسبه للكريمه سحقوا 2 كيسان تاع حليب اللي يكون يعني بارد. الحليب من ضروري يكون بارد هنايا باش كي تبداو تضيفوا له باقي المكونات ما تتكتل لكمش. فوالا هاد الكريمه راح يجي القوام تاعها بزاف رائع وتجي بزاف ليجي، يعني تجي بزاف خفيفه. هي جوغ كوم سي اون كريم باتيسير، بصح ما فيهاش البيض، يعني اللي ما يحبش البيض في الكريمات ما فيهاش البيض. تسحقوا حوالي 2 مغارف
تاع لا مايزينا يكونوا بومبي. فوالا علاش هنا لازم الحليب يكون بارد باش هذيك المايزينا ما تتكتلكمش، يعني لازم يكون بارد ما يكونش سخون. 2 كيسان تاع الحليب، 2 مغارف كبار تاع لا مايزينا يكونوا بومبي، وتسحقوا 3 مغارف تاع السكر المغرف كيما راكم تشوفوا فيها يعني تاع الاكل. هنا الحلاوه تاعها راح تكون حلاوه هايله، ماهيش حتجي ناقصه سكر وماهيش حتجي حلوه تقهم كيما راكم تشوفوا. تخلطوا كلش بارد في بارد، وتضيفوا تاني معها ملعقه صغيره مملوءه هكا تاع لافاني، ولا كان عندكم يعني الفانيلا ليكيد تقدروا ديروا، وتزيدوا تضيفوا ملعقه تاع الزبده. هنا درتها بارد في بارد، كاين اللي يخلي الزبده في الاخير باش تكون هذيك الكريمه تاعكم يعني تعطي اللمعه، بصح انا نستخدمها بارد في بارد لاني راح نضيف مكون. هنايا كيما راكم تشوفوا حطيتها فوق النار، وتقعدوا دائما تحركوا بالفوي. اي فوالا هنا بعد ما كانت يعني حكمت روحها شويه بدات تتقال، هذا هو المكون اللي يعطيها طعم هايل. انا اخترت ذوق الفانيلا، يجي بزاف بنين. هاد الكريمه تعطيها واحد الذوق يعني دانيت فانيلا ولا دانيت بذوق لافاني، تجي بزاف هايله. واللي حب يعني يديرها كراميل يقدر يديرها ذوق الكراميل. طبعا كيكه الشموع باش يعني تجي هذاك لو موتيف تاعها تكون يا كراميل يا فاني، ما تقدروش ديروها بذوق الشوكولاته ما يخرج لكمش يعني الموتيف. هنا لازم تكون الكيكه سي بون واجده ومشربه باش تروحوا تخدموا الكريمه. علاش؟ خاطر الكريمه تجمد، ما تقدروش تسبقوا ديروا الكريمه باش تروحوا تحضروا الكيكه. لازم وهي سخونه تخلطوا لها ديك الباطه تاع الياغورت وتروحوا تفروها مباشره في الكيكه وتحطوها تبرد. من بعد كيما راكم تشوفوا رحت وجدت الطمينه تاعي. انا ما يجوش عليا مولد بلا ما نحمص الطمينه ولا بلا ما ندير الطمينه. نحس بلي الطمينه هي لو شارب. توجور الطمينه تاعي ولا الدقيق تاعي نحب نحمصو في حاجه ثقيله. دونك انا هنا ما كانش عندي طاجين تاع الحديد، حمصتو في لاكوكوت ثقيله، كنت غسلتها بيان ونشفتها اكيد، واستخدمت هنايا الدقيق اللي يكون متوسط، وبديت نحمص فيه بشويه. يعني الحمص تاع الطمينه لازم يكون على البكري باش كي تروحوا تخلطوها مع العسل والزبده تكون هذاك السميد بارد تماما. يعني تروحوا تحمصوها تاخذ هذاك اللون الذهبي. كل واحد يعني وكيفاش يحب لا كولور تاعها، كاين اللي يحبها غوزي، كاين اللي يحبها فونسي، كاين اللي يحبها كلاع. اي فوالا وتخلوها تبرد. هنا جيت حضرت هكذا، بيت نوجد هكا شويه تاع المكسرات شويه تاع الحلويات هكا للسهره، نظمتهم هكا في ديزاسيات باش نحطهم هكا باش نلقاهم كامل، يعني نحط كلش على فوا. يعني بعد ما نحضر العشاء نحب دايما تكون طابله تاع لاتاي واجده، باش ديراكتومون نروح نغسل غير هذوك لي ساسيات اللي نكونوا تعشينا فيهم ونروح نقعد مباشره. اي فوالا بعد ما سقمتهم ونحيتهم من الطريق رحت ديتهم للصالون، حطيتهم في لاطابل تاعي ورحت للعشاء. كانوا يعني حاكمين لي بلاصه دوك ساشيات تاع الحلوه وكاع، حبيت نحيهم من الطريق كيما راكم تشوفوا. هنا كنت حضرت معكم شخشوخه الطفر، هاني حطيت لكم الوصفه في القناه، اللي يحب يشوف الوصفه يروح اكيد يشوف الفيديو اللي يعني نزلته. يعني وصفه جات بزاف بنينه وجات بزاف رائعه. هنا بديت نحضر في العشاء تاعي. بعد ما كان العشاء يطيب جيت نوجد لي زاسيات تاع الطمينه بديت نوجدها كي كنا قريب يعني رايحين نتعشاو هكا للسهره. كما قلت لكم حبيت نوجد كلش يعني ونحط كلش على جهه. انا الطمينه تاعي نحبها توجور بماتينا، نحس فيها الذوق تاع الزبده الحره. ودرت العسل اللي كنت ديجا يعني مخدوم في الدار، كانت خدمته لي ماما. وفوالا وهذا هو الدقيق تاعي بعد ما خدا هذيك التحميره اللي كان حمصته ووجدته وخليته يبرد. نروح مباشرة هنايا. انا كنت هنا درت عيني ميزاني العسل والزبدة ورحت درتهم فوق النار. من بعد ضفت لهم هذاك السميد بعد ما كنت طفيت عليهم اكيد، وسيت هكا نسوي السطح تاع الطمينه تاعي في لي زاسيات باش يكون عندي سطح املس باش كي ندير فيه لا ديكوراسيون تاع القرفه تجيني يعني الكتيبه تجيني الكتيبه شابه كيما راكم تشوفوا. هذوك لي موتيف اللي راهم يتباعوا اللي ولموا هاد المناسبه هاديه. فوالا هنا حركت لي زاسيات هكذايا باش نسوي السطح تاع الطمينه. من بعد استعنت بهادوما. انا خيرت هذا تاع هاد الموتيف هذا، كاين بليزيور موتيف تحطوه كونطاكت فوق الطمينه برك تحطوه غير بالعقل وتروحوا ترشوا. شوفوا كيفاش جات ترشوا هذيك القرفه، شبعتها بشويه تاع لي دراجي جات بزاف، شبحتها الكتيبه جات شابه. كي تكونوا
برك حين ترفدوها رفدوها غير بالعقل. هنا جيت ندير لا ديكوراسيون تاع الكيكه بعد ما كانت بردت، يعني هاد لا ديكوراسيون ما ديروهاش يعني مباشرة وهي سخونة، كي تبرد يعني كي تجو حين تقدموها باش ديروها، يعني ماشي تروحو ديروها الكاكاو وديروها في الثلاجة باش هذاك الكاكاو ما يتنداش ما يبردش. فوالا هنا درت هاد لي بوشون ورشيت عليها الكاكاو. كيما قلت لكم تحبوا ديروها هكا في يومياتكم ديروها، ما ديروش هاد لا ديكوراسيون بالكاكاو من الفوق، شبحوها بالفواكه ومن بعد ديروا لهم من الفوق لو ناباج، تجي بزاف بنينه. تحبوا يعني الكيكه تاعكم ذوق فاني ولا شوكو كيما حبيتو، وتجي بزاف هايله. هنا جبت حبيبات تاع القرنفل باش نديرو هذاك الشكل هذاك تاع الشموع. فوالا هاد الكيكه جات بزاف بنينه، حتى هذيك الكريمه هذيك جات بزاف هايله. تقدروا ميمسي بنفس الكريمه تخدموها يعني وديروها في لي فيغين بالاذواق فاني شوكو كيما حبيتو. اي فوالا هذه هي الطاوله تاع العشاء تاعي تاع المولد النبوي الشريف. هذا ثاني مولد ليا، يعني ماشي في دارنا، في دار راجلي. الوغ توجور نسينو نس روحي بهاد الصوالح ونتفكر ايامات العزوبيه كما يقولوا. اي فوالا دوام الحال من المحال. هذه هي طاوله تاعنا تاع السهره لنهار اليوم. ان شاء الله تكونوا ديتوا افكار، ان شاء الله تكون عجبتكم، عجبتكم لمتنا، عجبكم الافكار اللي قدمته لكم. طاوله متواضعه. شاركت معكم يوم المولد على حسب الطلب تاعكم. كاين اللي قالوا لي شاركينا يوم المولد النبوي الشريف، جيت نشاركو معكم. بعد ما درنا هاد السهره رحت درت حنينه. فوالا حنيت روحي رونتها روحي و ميم طون انا نصور، يعني هذا كاع باش نشارك معكم الاجواء. فوالا كيما راكم تشوفوا رونتها في طميسه الله الله تاع النحاس بالقطرات تاع المزهر. وجيت درت الفال حنيت روحي كيما راكم تشوفوا. درت دويره الفال برك ما قدرتش نحني يعني زوج يدين على جال وليدي وكاع هكاك وخليتها حتى للصباح خرجت لي شابه. فوالا اي فوالا هذه هي الاجواء اللي كانت في داري، جيت نشاركها معكم. صلوا على الحبيب، صلوا على محمد خير خلق الله عليه افضل الصلوات والسلام. لحقنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش ديروا لي جيم، تخلوا لي تعليقاتكم، ابوني اللي مازال ما ابوناش القناه. الى فيديو قادم ان شاء الله ومع السلامه.